الصيام عبادة عظيمة، لكن في ناس معينة من مرضى السكر الصيام بالنسبة ليهم خطر حقيقي. وعلشان صحتك أهم هنتكلم النهاردة عن مين اللي ما ينفعش يصوم رمضان مهما كانت الظروف. أول مجموعة مرضى السكر من النوع الأول اللي بيعتمدوا على الأنسولين بشكل أساسي، وخصوصا اللي عندهم نوبات ارتفاع أو هبوط في السكر متكرر. طيب ليه؟ لأن الصيام ممكن يعرضهم لهبوط خطير أو حتى ارتفاع مفاجئ، وده طبعا هيكون خطر جدا على حياتهم. المجموعة التانية أي حد عنده مضاعفات خطيرة للسكر زي مشاكل الكلى والقلب أو الشبكية. الناس دي الصيام ممكن يزود العبء على جسمهم، وطبعا ممكن يعرضهم لمضاعفات أكبر. المجموعة الثالثة كبار السن المصابين بالسكر واللي بياخدوا أدوية كتير، لأن جسمهم بيبقى مش قادر يتكيف مع التغيرات في مستوى السكر خلال ساعات الصيام الطويلة. وأخيرا الناس اللي عندها السكر مش متظبط، يعني لو قياساتك بتلعب فوق وتحت أو حصلت لك غيبوبة سكر من فترة قريبة، يبقى لازم تتناقش مع طبيبك قبل ما تفكر وتاخد قرار الصيام. لو انت او حد من اللي تعرفهم ضمن المجموعة دي ما تترددش، خد رأي طبيبك قبل ما تقرر. صحتك أمانة، وربنا دايما بيدينا الرخصة علشان نحافظ عليه. استنوا دكتور سكر علشان هنكون معاكم خطوة بخطوة في رمضان. وما تنسوش شوف الحلقات اللي فاتت، واستنونا طبعا في اللي جاي. وكل سنة وانتم طيبين.